العلم والرمز. معتق العياضي يختبر باسم المايقي ويفشل باسم في الاختبار. هيا انطلقنا. بدأ باسم المايقي الشاب الملعب بحماس عندما قال: اليوم أنا جيت أجدد مجد بن شلاح والعير وواصل المجد من جدة ليا نجد العذية. هنا استخدام رمزين من رموز مطير، بل من رموز الجزيرة العربية. بن شلاح والعير يجب أن تكون قدر المسؤولية عندما تستخدم هذان الرمزان. رد معتق وحاول يختبره، وفعلا اختبره معتق في البيت. قال: ما عندي إلا الكلام اللي يقنع حرب ومطير، والذيب يبغى خوي لكن ما حط خويه. خويه هنا تمريرة معتادة وتمريرة مستهلكة، ولكن معتق أراد أن يوضحها لباسم، فهل يصطادها؟ قال: أبشر بقر على جياته تسوق التباشير، يقدم بيمناه ما يحتاج من يمك وصية. هنا مرت التمريرة وباسل بالأمانة باسم هنا فشل في الاختبار، لأن البيوت اللي قدمها باسم في هذا الطاروق كلها فخر والمحاورة أساليب، فيجب عليه أن ينتبه لرموز الشعر خصوصا معتق العياضي العلم، وأن لا يبالغ في الفخر، وينتبه لأساليب المحاورة والخبث الشعري من شعراء المحاورة. قال: يا ناقل الطير راجع حسبتك ما قرنس الطير. الرجل ما عد الاختبار. توضيح للجمهور والنقاد واستخدام التركيب. البيت جميل. يا ناقل الطير راجع حسبتك ما قرنس الطير، باقي ما اكتمل. ما يكتمل ريشه إلا من بعد عيد الضحية. باقي له وقت، يا باله تجربة، يا باله اختبار، واعطاه له عيد الضحية. وهنا إشارة معتق أن الرجل لم يجتاز الاختبار. كثير كلموني عن باسم وقال: يا أبو ساري ادعم. أنا أدعم الشباب والمواهب، ولكن حتى بالنقد ندعمهم. هنا لم يجتاز التمرير ولم يجتاز اختبار معتق العياضي. وأظن أجمل اختبار لأي شاعر في بداياته اسم علم ورمز مثل معتق العياضي. لله درك يا بن منير وقبله على راسك، ودمتم سالمين.